بوفون طبعا حارس مثل بوفون مرت عليه الكثير من هذه الأحداث وهذه الركلات وتألق فيها. الركلة الأولى لنابولي، جورجينيو أمام بوفون وفرصة بالنسبة لنابولي. التقدم الآن مع الركلة الأولى، بوفون في مرمى جورجينيو، هنا بوفون يتألق مع الركلة الأولى، يتصدر جيجي بوفون. نعم، قبضة من حديد ما شاء الله عليه. شوف اللقطة وشوف ردة الفعل، كم حارس في المرمى. هل أنه فعلا كان رجلا واحدا واقفا في مرماه، أم أنهم كانوا عدة رجال يحرسون المرمى في ثوب رجل واحد يتحرك في كل الاتجاهات؟ بوفون يتصدى للركلة الأولى وتيفيز عند الفرصة أمام رافائيل المتألق الآخر. رافائيل أمام تيفيز، الركلة الأولى ليوفي، رافائيل وتيفيز من اليوفي. إثارة تمتد، مباراة مثيرة حتى فيها ركلات الترجيح بدون نهاية. رافائيل كان يستفز تيفيز في اللقطة، كان يشير إلى الزاوية ووضعها في الأخرى. القائم من ساعد رافائيل. بين بوفون ورافائيل كأس ذهبية، بين يوفنتوس ونابولي حكاية مثيرة جدا. والآن الركلة الثانية بالنسبة لغلام، فوزي غلام لنابولي، هدف لابن الجزائر. فوزي نعم، يريد الفوز لنابولي في زاوية قاتلة لبوفون، صعبة على جيجي، ذهب في الزاوية الأخرى وهدف لنابولي. يتقدم أبناء الجنوب والمهمة أصبحت صعبة على اللاعب القادم في تسديد الركلة بالنسبة ليوفنتوس. اللاعب القادم هو أرتورو فيدال المحارب. فيدال لابد أن يكون على ما يرام. الركلة، الأعصاب، الجماهير. رافائيل يريدك أن تنفذها على يمناه، أين ستضعها يا فيدال؟ ركلة لليوفي، فيدال سجل اليوفي، ركلة ناجحة أيضا اليوفي. ضاع رافائيل وقال سأضعها في المكان الذي تريد، وصدها يا رافائيل. 1-1. إثارة تستمر وليلة صعبة وليلة مثيرة. كبارا كانوا أو صغارا، الليلة يعيشون على وقع إثارة في كرة القدم الإيطالية. الركلة الثانية أو الركلة القادمة لنابولي، الفرصة هي الركلة الثالثة بالنسبة لنابولي الآن. وراول البيول الإسباني مع بوفون، وهدف لراول البيول يسجل من الركلة الثالثة لنابولي. ركلتين، هدفين نابولي، 1 يوفنتوس بعد 3 ركلات لنابولي، وننتظر الركلة الثالثة لليوفي. شوف اللقطة، شوف الفرحة والروح العالية وحب الانتصار والاقتراب من الذهب. رافائيل أمام من؟ أمام بوجبا، بارد الأعصاب، هادئ، أعصابه في ثلاجة، لا يعلم ما الذي يدور في هذا الملعب وماذا يريدون كل هذه الجماهير وماذا يدور في بين اللاعبين. بوجبا الهادف، رافائيل أمام بوجبا، وفرصة بالنسبة ليوفنتوس للتعادل مع نابولي في ركلات الترجيح. بوجبا أمام رافائيل، بوجبا الهدوء والهدف، بوجبا الهدوء والهدف، بوجبا التألق والمهارة، بوجبا تقليعة الشعر الغريبة. هدفين الآن هدفين مقابل هدفين. والآن فرحة كل مناصري يوفنتوس، حتى بيرلو اللي كان ينتظر دوره في هذه الركلات لم يكن موجودا. أنا الآن الكرة القادمة لإيلر من جانب نابولي. إيلر أمام جيجي بوفون، من يراهن؟ هل يصدها بوفون؟ لا أعلم، ولكن إيلر أمام اختبار صعب. جيجي وإيلر يلعب كرة في المرمى، يا إيلر هدف لنابولي، وكأنهم يريدونها مهما كان الثمن. في كل مرة كانوا يتقدم يوفنتوس يتعادلون حتى في أوقات صعبة وفي أوقات قاتلة. الآن يتقدمون في ركلات الترجيح، وفرحة مناصريهم عشاقهم وفرحة كل من ينتمي لنابولي. 3 ركلات ناجحة نابولي، 2 يوفنتوس، وفرصة لي أن يتعادل في عدد الركلات وفي عدد الأهداف أيضا. من سيتقدم ليوفنتوس؟ انظر إلى الكرة وكن شجاعا. هذه ماركيزيو
تعادل ليوفنتوس، تعادل يوفي. الركلة ناجحة من جانب ماركيزيو. الآن الركلة القادمة صعبة على الكل، صعبة يا إيغوايين. من سجل في الميدان في الملعب في 90 دقيقة في 120 دقيقة لابد أنه يسجل في ركلات الترجيح، لكن من تصدى لتلك الكرة من إيغوايين قادر على أن يتصدى لها مرة أخرى. إيغوايين، جيجي بوفون، فرصة لبوفون من أجل اقتراب يوفنتوس من اللقب. أمام إيغوايين يسجل في بوفون مرة أخرى. إيغوايين قوية يا إيغوايين، جميلة يا إيغوايين. وهدف ثالث لنابولي، هدف آخر لنابولي. الأمور أصبحت صعبة، معقدة على يوفي الآن، معقدة جدا على يوفي، لأن الركلة القادمة ماذا لو ضاعت؟ ماذا لو ضاعت؟ مراتب، هل أنه جاهز ينفذ هذه الركلة؟ مراتب أمام هذه الركلة الحاسمة في المباراة أمام رافائيل. مراتب سجل مراتب، ولا يزال يوفي يحافظ على حظوظه على اماله ركله بركله. ومن سيحصل على الذهب؟ من سيفوز بالكاس؟ رافائيل، بوفون، هذه المشجعة ام هؤلاء؟ من سيكون البطل في نهاية المطاف؟ انصار يوفنتوس ام محبي نابولي؟ بوفون امام لقطة قادمة ستكون لغارغانو، والتر غارغانو الأوروغواياني. خلاص رفع حتى نظارته نزعها وترك أدار ظهره للمرمى وقال فعلت كل ما لدي. الآن سجلها غارغانو أم لم يسجلها؟ لم يعد لدينا شيء لنخسر. ركلات الترجيح لعبة حظ، لكن غارغانو هل يسجل أمام جيجي؟ يتألق بوفون وغارغانو، بوفون وغارغانو، سجل غارغانو. بدأ وكأنها تريد نابولي. هل أنها تريد نابولي؟ هذه الكاس التي في كل مرة تقترب من يوفنتوس يسحبها نابولي، يقتلعها نابولي. على هذه اللقطة، على هذه الفرحة لغارغانو، وعلى اللقطة القادمة، وعلى التسديدة القادمة بالنسبة ليوفنتوس. رافائيل كان يلعب بأعصاب لاعبي يوفي في كل مرة لم يكن ناجح. الآن أمام هذه اللقطة لبونوتشي المدافع، بونوتشي المدافع، خيبة أمل أم هدف؟ بونوتشي واليوفي لا يزال قوي، واليوفي لا يزال متماسك، واليوفي يريد اللقب مهما كان الثمن. بونوتشي قوية وإثارة لم تنتهي. خلصوا المباراة تعبنا يا جماعة، خلصوا المباراة تعبنا يا جماعة. في الإضافيات مثيرة، في الأوقات الأصلية مثيرة، في ركلات الترجيح مثيرة. هل أنها ستحسم مع الركلتين القادمتين؟ ركلة لنابولي وأخرى ليوفي. ميرتنز أمام بوفون، ميرتنز وبوفون، جيجي بوفون. الله على جان لويجي، يتألق، يتصدى لكرة ميرتنز. خلاص يبدو أنها حاسمة. كيليني وكلهم مع كيليني من أجل حسم الأمور ليوفي. أما أن رافائيل عنده كلمة، هذا بوفون مثل ما كان قبل عشرات السنوات. لا تبكي يا صغيري، أولا أنها لم تحسن بعد، وحتى لو خسرتم قدمتم روح عالية، مباراة كبيرة. كيليني ورافائيل، هل يبقيهم رافائيل؟ كيليني غير معقول، ضاعت من كيليني. خلصونا وهنا ضاعت. كيليني ضيع الحاسمة، كانت تعني الفوز. نابولي هو الآخر يريد الفوز، كلهم لا يريدون التنازل، كلهم يريدون الكاس. والكاس في نهاية المطاف هي من ستختار، إما يوفي أو نابولي. كايخون لم يكن جيدا في المباراة قياسا بما لديه من إمكانيات، ولكن الركلة الترجيحية القادمة حاسمة يا كايخون، حاسمة يا كايخون. بوفون في مرمى وكايخون
هنا بوفون، خلاص بوفون يريدها لليوفي مهما كان الثمن. أي إثارة، أي حارس مرمى، أي قبضة يد، ما هذا يا جانلويجي؟ نعم تدخل التاريخ، والتاريخ له الفخر أن تدخل فيه. بوفون حارس كالف، بوفون ليس له مثيل. الآن الحاسمة بيريرا، الحاسمة يوفنتوس ورافائيل بيريرا. سادة خلاص سأضطر لي أن أنزل أنفذ ركلة من أجل حسم الأمور. واضح بأنها لن تحسم بسهولة. بيريرا ضيع يا ندفد. ماذا ضيع كاس وليست ركلة ترجيح، ضيع كاس وليست ركلة ترجيح. يا الله على ردود الفعل، ويا الله على هذه الإثارة، ويا الله على هذا الجنون. يوم من الأيام الجميلة في الكرة الإيطالية التي لا ينسى. على كوليبالي اللي أخطأ في لقطة الهدف أمام بوفون. كوليبالي في القائم وفي المرمى، وضيع يوفنتوس الفرصة أكثر من مرة. في أكثر مرة كانوا قريبين من اللقب ضيعوا على أنفسهم. الآن نابولي يتقدم. رافائيل أمام اختبار، إذا صد اللقطة، إذا صد الركلة، نابولي بطل كاس السوبر. إذا سجلها يوفنتوس نستمر مرة أخرى. الركلة القادمة بدوين، وأمام رافائيل، وخلف جماهير وأعصاب ولاعبين وترقب وانتظار، وبدوين ورافائيل وحاسمة وبدوين. نابولي بطل كاس السوبر يا رافائيل. نعم نابولي اختارت نابولي.